وتصور لنا كيف صارت. هو مشهد تمثيلي ولكن في حالات حقيقية من ضمن 13 حالة ستروي القصة في هذا التقرير، نتابع سويا. عندما يصبح الإنسان كالحجر، لا قلب له فهو ميت، ولا ضمير له فهو معدوم، عندها ماذا يكون؟ نحن قاعدين نلعب في الحوش، ولا شوية جاء دق الباب. احنا نحسب انه معازيم جاي. في بيتكم ولا في استراحة. طيب. فتحنا الباب شوية، قال تعالوا بعطيكم أشياء لأم العروس. طيب. قلنا احنا ما احنا جايين. جاء سحب بنت جدي، جات بنت جدي قالت ماني جاية. جاء سحبني، قلت له ماني جاية، جاء سحبني بقوة. بعدين قال أنا بعطيكي كيس تعطيني أم العروس. طيب. ركبني السيارة. شلون السيارة؟ لونها أسود. طيب. ركبني السيارة وحطاني عند رجوله، بعدين مشى وما خلاني أرفع راسي. هذا هو المجرم الذي قام باختطاف 13 من الفتيات القاصرات والاعتداء عليهن خلال فترات متفاوتة. يكرر المغتصب سيناريو الجريمة في كل مرة، يتنقل ما بين المراكز التجارية وقاعات الأفراح، يغرر بالفتيات الصغار ويقوم باستدراجهم بطريقته المشينة. آخر الضحايا مها، والتي كانت سببا في كشف الحقيقة بعدما نجت من حالة الاغتصاب. اليوم يفخر بها والدها بعدما اختصرت جهد سنوات مضت في البحث والتحري من قبل رجال الأمن للإيقاع بهذا المجرم. ايوه دخلنا. طيب. هذا بعدين قلت له متى بنروح القصر، جاء ضربني. بعدين فتح الكمبيوتر، دخل على هذا ملف كله أشياء ما هي كويسة. بعدين قلت له طيب متى بنروح القصر، جاء أعطاني كف على وجهي. بعدين جاء قال يلا نام، هو نام. كنت أنا هذا قاعدة أصيح. لما جاء الصباح قال أنا بوديك بيت أهلي. والشخص هذا جريمة اعتبرها، وهذا ما هو يسمونه ذيب، هذا بعيد حيوان، حمار كرنك. الشخص هذا 13 حالة عنده من فيديو، وله 4 سنوات. الكلام هذا واضحين على الكلام هذا، والحمد لله عثرت عليه.